تحية طيبة متابعينا الأعزاء، إليكم أخبار هامة للشعب العراقي اليوم الأحد في تاريخ 11. خلونا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الإشعارات ليصلكم كل جديد عند النشر، وإليكم تفاصيل هاي الأخبار. إذا متابعينا الأعزاء، الخبر الأول: وزير العمل سنطلق خلال الأسبوعين المقبلين ملحق الوجبة الخامسة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية في محافظات ميسان والديوانية وصلاح الدين وكركوك وإديالي. أما الخبر الثاني لهذا اليوم الأحد: وزيرة الهجرة تعلن إطلاق الدفعة 29 من منحة العودة لنحو 14,000 أسرة عائدة إلى الديار. الخبر الآخر: لرئيس اللجنة المالية السيد عطوان العطواني نتابع مع الوزارات والمحافظات آلية تنفيذ الموازنة، لا سيما فيما فقرات العقود والتعيينات والرواتب والموازنة التشغيلية. النائب مصطفى سند يخاطب وزارة الصناعة والمعادن عن طريق اللجنة المالية لاعتماد تاريخ التعاقد والأجور لغاية 31/12/2023. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري صاحب القاعة تمكن من سحب جهاز التسجيل الكاميرا وأخذه إلى أربين. اللجنة التحقيقية توصي باعتبار ضحايا حادث الحمدانية شهداء. اللجنة التحقيقية توصي بإعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية. اللجنة التحقيقية توصي بإعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية، وكذلك بإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، وكذلك إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، وإعفاء مدير قسم الأطفاء في نينوى، ومدير الدفاع المدني، وتسجيل مجلس تحقيقي. أما بخصوص الطقس، ستعبر سماء البلاد كميات كبيرة من الغيوم مع فترات غائمة في بغداد خلال هذا الأسبوع، وأمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق الشمالية خاصة الدهوك وشمال نينوى. وقد تشهد بعض الأرجاء غرب ووسط العراق انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة، إذ تكون دون 30، وتتلقى بعض زخات الأمطار مع برودة واضحة ليلا. وفي حالة زواج غريبة في مدينة كفري، رجل وشقيقان يتزوجان سيدة وابنتيها، يعني الشقيقان يتزوجان الشقيقتين ووالدهم يتزوج أم العروستين. السؤال هو: الأطفال إيش راح تكون صلة قرابتهم؟ والأب شنو صلة قرابته مع أحفاده؟ وأما العروستين إيش راح تصير من أطفال بناتها؟ إذا متابعينا الأعزاء، في نهاية هذه الأخبار خلونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عند النشر. مع تحياتي لكم وألف سلامة.